لو عندك بطاقة تموين وبتسأل نفسك كل شهر ايه مصير فرق رغيفة العيش اللي ما صرفتهاش، يبقى لازم تعرف عن نظام نقاط الخبز المدعم اللي شغال حاليا في مصر. وزارة التموين ابتكرت طريقة تخليك تستفيد بكل رغيف ما صرفتهوش من حصتك اليومية. كل رغيفة مش مصروفة بتتحول لنقاط على البطاقة، 10 قروش لكل رغيف، والنقاط دي تقدر تستبدلها بسلع غذائية من بقال التموين او المجمعات الاستهلاكية. الميزة الكبيرة انك مش هتحتاج تدفع حاجة زيادة، كل اللي عليك انك تروح اي منفذ قريب منك وتختار السلع اللي تعادل رصيد نقاطك. النظام ده مش بيساعدك توفر، لكنه كمان بيدعم الأسرة ويضمن وصول الدعم للمستحقين. بس أهم الحاجات اللي لازم تعرفها إن النقط بتضاف تلقائيا كل شهر، وبتقدر تصرفها بسهولة خلال المدة المحددة ومن غير أي تعقيد. يعني بدل ما العيش يروح هدر، كل حاجة تستفاد منها وبتوفر لك سلع أساسية بدون أي مجهود إضافي. النظام مستمر من غير تغيير، والوزارة واضحة في التعليمات عشان كل مستفيد يوصل ليه حقه من الدعم بدون مشاكل. لو عايز توفر وتستفيد من كل رغيفة العيش، نظام نقاط الخبز ده هو الحل الذكي ليك.